قبل ما تنطق بكلمة واحدة الناس بيبدأوا يكونوا رأي عنك. هل الشخص ده جدير بالثقة؟ هل اتعرف عليه؟ ولو أيوة هل امشي وراه؟ اسمع له؟ القرارات دي بتحصل في ثواني وأوقات كتير من غير وعي، وده بسبب السلطة والمصداقية. الناس عندها استعداد فطري تمشي ورا الشخص اللي شايفينه قائد خبير أو شخص ليه قيمة. في الحلقة دي هنتكلم عن إزاي تبني صورة فيها مصداقية ومن أول لحظة، وإزاي تستخدم رموز السلطة من غير ما تقول أنا مهم، وإزاي الناس بتربط بين شكلك وطريقتك وسلوكك وبين حكمهم عليك. بس أول درس لازم تعرفه هو إن كاريزما مش محتاجة إنك تكون أكتر واحد فاهم، الكاريزما محتاجة إنك تبان أكتر واحد واثق ومطمن. أول ما حد بيشوفك عقله بيبتدي يحكم من هدومك، من وقفتك، من طريقة مشيتك، من تعبير وشك، مش لأن الناس سطحية، ولكن لأن المخ البشري بيحتاج يقرر وبسرعة ويقولك الشخص ده قائد ولا تابع، خطر ولا لأ، أتجاهله ولا أسمع له. المظهر بيدي رسالة قوية حتى لو كنت ساكت. يعني لو لابس بشكل شيك مرتب وواثق من نفسك، الناس هتفترض إنك ناجح وإنك عارف بتقول إيه. أبحاث كتير أثبتت إن الناس بتربط بين اللبس والمكانة، لأن المظهر إطار للمصداقية، والمخ بيحب يمشي ورا الشكل اللي يعرفه وبيحب يبعد عن الشكل اللي بيخوفه وما يعرفوش. بس مهم ان احنا نقول ان المظهر لوحده مش كفاية، هو بيفتح الباب بس، لكن تصرفك هو اللي بيثبت انك تستحق السلطة دي. ازاي ممكن وقفتك تبني هيبة من غير ما تفتح بقك؟ في حاجة اسمها البريزنس أو هيبة الحضور. لما شخص يدخل المكان وهو واثق في نفسه، واقف بشكل مفتوح، خطواته ثابتة، بيبص في عينين الناس، كل العيون بتروح له من غير حتى ما ينادي على حد. وده مش سحر، ده لغة الجسد العليا. الناس بتربط بين حجمك الجسدي الظاهر وبين سلطتك. يعني لما تقف وظهرك مفرود كأنك بتقول أنا موسع لنفسي في المكان، لأن اللاوعي اللي قدامك هيفهم إن الشخص ده قائد. أما لما تبقى متني، مكتف إيدك، باصص في الأرض، صوتك واطي، اللاوعي بتاع اللي قدامك هيفهم إن الشخص ده تابع أو قلقان. في قاعدة بسيطة بتقول إن الجسم الواثق بياخد أكبر مساحة ممكنة، والجسم الخايف بيقلص من نفسه لأصغر مساحة ممكنة. وفي دراسة مشهورة في جامعة هارفارد، في الدراسة دي طلبوا من الناس يقفوا في وضعيات جسدية واثقة زي وضعية السوبرمان لمدة دقيقتين، وبالتحليل وجدوا ان مستوى هرمون التستوستيرون زاد وهرمون الكورتيزول قل. يعني الجسم بدأ يحس بالسلطة حتى من غير أي كلام. فما تستهونش بطريقة وقفتك، فممكن تقول أنا واثق من غير ما تنطق بحرف واحد. نبرة الصوت هي مراية لثقتك ولسلطتك ولمكانتك في اللحظة دي. في أقل من ثانيتين الناس بتبدأ تقرأ هل أسمع له؟ هل أثق فيه؟ هل أتبعه؟ وأكتر حاجة بتأثر في القرار ده هو نبرة الصوت. لو صوتك ثابت، هادي، بطيء شوية، في راحة، الناس هتسمع لك لأنها هتحس إنك عارف بتقول إيه. لكن لو صوتك سريع، متردد، عالي زيادة عن اللزوم أو واطي زيادة عن اللزوم، الناس هتشوفك متوتر حتى لو كلامك 100% صح. في مصطلح في علم الصوت اسمه النغمة التنازلية أو الدروبينج تون، وده يعني تنهي الجملة بنبرة متناقصة، زي كأنك بتقول أنا خلصت الكلام وبثق فيك. طيب جرب كده تقول أنا عندي حل للمشكلة دي بنبرة متناقصة وواثقة، هتحس إن الجملة ليها وزن. لكن لو قلت نفس الجملة بنبرة متصاعدة في الآخر، هتسمعها كأنك بتسأل مش بتأكد. ده الفرق بين إنك تطلب الانتباه وإنك تفرضه من غير ما تطلب. في حاجات في حياتنا اليومية صغيرة جدا ولكنها بتبعت إشارات قوية جدا لعقل الناس من غير ما ياخدوا بالهم. الحاجات دي بنسميها رموز السلطة، وهي عناصر بسيطة بس بتخلق حوالين الشخص هالة من الهيبة والمصداقية. أمثلة على رموز السلطة: أول حاجة الملابس، بدلة الرسمية أو اللبس المرتب اللي بيليق بالمكان، مش شيك
يعني مش مهم، مرتب يعني واثق ومنضبط ومتقن. تاني حاجة البيئة، المكتب اللي وراك، الخلفية اللي بتتكلم منها، طريقة ترتيب المكان. لو في فوضى أو المكان باهت فوق بعضه، الناس اللاواعي عندهم بيحكم إنك مش منظم أو مش مهم. تالت حاجة الشهادات والتوصيات، فحتى لو ما اتكلمتش عن نفسك، لو في شهادة متعلقة أو في حد تاني بيتكلم عنك أو بيقدرك، ده هيدي انطباع بالقيمة العالية عنك. رابع حاجة عدد المتابعين أو شهادات العملاء أو أسماء الشركات اللي اشتغلت معاها. أي أدلة اجتماعية تقول للناس إنك شخص مهم، ناس كتير واثقة فيه. المخ بيختصر المسافة وبيقول طالما في كل الإشارات دي، الشخص ده يستاهل إني أسمع له. القوة الحقيقية اللي بتتحس من غير ما بتتقال ولا بتتشرح، والشفرة إن حضورك يسبق كلامك، وتصرفاتك تعكس ثقتك، ونبرتك تقول أنا واثق. وفي اللحظة اللي الناس تحس فيها إن هم يقدروا يثقوا فيك، ساعتها كاريزما حضرتك هتبدأ تشتغل، وهتبقى في أفضل حالة في التحكم في النفس والسيطرة عليها. لو حاسس إن الكلام لمسك، دوس لايك واشترك وشاركه مع اللي محتاج يسمعه. أشوفكم الحلقة الجاية، بسلام.